في عالم السحر مش اي حد يقدر يكون مسيطر، وخصوصا واحد مش فاهم اي حاجة. شاب عادي جدا لا عنده عضلات ولا قوة خارقة ولا حتى مهارات قتالية، اتسحب لعالم كله سحر واسرار خطيرة جدا، ودي هتكون حكاية بطلنا كور. فقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك لان ده بيشجعنا استمر. ومن غير كلام كتير خلونا نبدأ في سرد احداث الحكاية. بتبدأ حكايتنا بمعركة اسطورية بين وحش اسمه فنرير بيهدد قرية دفعت كل فلوسها عشان يخلصوا منه، لكن الوحش كان قوي جدا، اقوى من ان اي شخص عادي يهزمه. فبعد كده القرية ادت المهمة لفريق اسمه ناب التنين، وفي ليلة بيظهر الوحش جاي ياخد فريسة جديدة، لكن الوحش بيلاقي اللي يعطله. بتتحرك واحدة اسمها بندانا وبتكتفه بالخيوط السحرية، لكن فنرير بيمسك الخيط وبيحدفها على الحيطة وبيأذيها جامد، وهنا بيجي دور الساحرة اللي بتعالجها. وبعدها بترجع بندانا بكل قوتها بتكمل اللي بدأته، وبتثبت الوحش عشان القائد يجي يديه الضربة القاضية. فبيجري القائد بسيفه الناري بيضرب فنرير وبيحرقه وبيخلص القرية منه. وبتقف فرقة ناب التنين تتفرج على الانتصار الكبير اللي حققوه، وبيكونوا مبسوطين بالشهرة الجديدة واللي طالتهم بعد نجاح جديد. وبعد كده بنعرف ان المسؤولة عن الرماية اسمها بندانا، والساحرة اسمها مارلي، والمحارب القائد وهو جولنوفا، والفرد الرابع في الفريق بيكون كور، وده بطلنا واللي بيخدمهم. وبترجع الفرقة تاكل من اجمل الاكلات اللي بتتقدم لهم، لكن القائد ما بيعجبوش طعم الاكل وبيرميه، وبيخلي كور ينظف من وراه، وبيطلب منه يطبخ له لانه اتعود على اكله. وبكل تواضع ومحبه كور بيوافق، لكن بتصدمه بندانا لما بتقول له ان ده اخر يوم يطبخ فيه للقائد. فبيسالها هي تقصد ايه، فالقائد بيعرفه انه هيطرده خلاص لانهم مش مستفيدين منه حاجه، كل اللي بيعمله هو خدمتهم بس، وهيبدلوه بساحر جديد يفيدهم اكتر منه. وكلهم بيفهموه وقد ايه كان عالي عليهم الفتره اللي فاتت. ولما كور بيتحايل عليه انه يحاول يرضيه باي طريقه، القائد جولنوفا بيضربه وبيطرده. والصبح بيسافر كل مدينه قريبه بيروح فيها لمكتب توظيف عشان يلاقي اي وظيفه ياكل منها. وبتستقبله الموظفه هناك فرحانه بدخول زبون جديد، وبتعمل له مقابله واختبار كفاءه، وبتعرف بعدها اسمه وسنه، وبيكون اسمه كور وعنده 15 سنه من قريه هاست في جبل شين. وكمان بتعرف منه انه اشتغل مع فريق ناب التنين لكنهم طردوه. فالموظفه بتستغرب ازاي واحد صغير زيه اشتغل مع فرقه من مستوى اس، وده بيكون اضافه حلوه في السيره الذاتيه في الملف بتاعه. وبتبدا اختبار الكفاءه بتاعه، وبتفهمه ان مواهبه اللي اتولد بيها هي اللي هتشغله، وممكن مع الاختبار يكتشف مواهب مخفيه عنده. وبنعرف هنا ان الناس بتتقسم لكذا مستوى، اقلهم مستوى هو جي، ودول ما عندهمش اي مواهب، واعلى مستوى هو اس، وده المستوى الاسطوري، صاحبه يقدر يقطع الحديد بسهوله. وبعد الاختبار كور بيكون مستواه في كل حاجه جي، ما عندوش اي موهبه في اي مهاره قتاليه، يعني مضطر انه يشتغل شغل تجاري، لكن هيضطر يستنى فتره طويله لحد لما يشتغل. لكن كور بيعترف للموظفه انه مش معاه فلوس يجيب اكل، يعني لازم يشتغل في اسرع وقت. فبتختبره اذا كان يقدر يتعامل تحت الضغط ولا لا، وبتخليه يشيل كيس رمل. لكن كور اول لما بيمسك الكيس بيحس انه تعب، وبرغم ان الكيس مش كبير لكن كان تقيل بالنسبه له. فالموظفه بتشوف ان كور اخره يشتغل في البناء، وبتقول له انه قدامها شغل تصليح سور مهدوم. فكور بيوافق بسرعه وبياخد منها جواب للمدير اللي هناك، ومع انه شاف قدامه طفل صغير مش هيستحمل الشغل بتاعهم، لكن بيوافق بيه وبيعرفه المفروض يعمل ايه، وان مرتبه هيعتمد على شغله. وقبل ما يمشي بيقول له انه هيرجع له بعد 3 ساعات، يعني لازم يخلص برميل اسمنت على الاقل. لكن كور كان مستغرب انه ما طلبش منه يستخدم قوه المنع بتاعته، فبيحس ان دي حاجه بديهيه، وبيبدا الشغل لغايه لما ال3 ساعات بيخلصوا. وبيجي المدير مش مصدق اللي بيشوفه، كور بيكون خلص تلت السور وخلص براميل الاسمنت كلها في 3 ساعات بس، خلص شغل بياخد من 30 عامل اسبوع بحاله. وبعد 3 ايام بالظبط كور بيخلص تصليح السور كله. فالمدير بيقول له انه هيحول له المبلغ في حسابه، واللي هيكون في مكتب التوظيف، وانه مش محتاج يجي الشغل تاني عشان يسيب باقي الشغل للناس الفقراء المحتاجين فلوس، لان لو قعد في المدينه هيقطع عيش الكل على الحال ده، لان السرعه اللي بيشتغل بيها تتقارن مع اصحاب المستوى الاسطوري. ولان كور مش حاسس بقيمته بيحس انه طرده، وبيرجع مكتب التوظيف فبيلاقي بنت هناك بتطلب من المكتب شخص يشتغل في منجم، والمرتب بيكون على حسب اللي هتلاقيه، لانها لو ما دفعتش الضرايب المنجم هيتقفل. لكنهم بيرفضوا طلبها، والوحيد اللي بيقبل الوظيفه هو كور، لانه فاهم في شغل التنجيم. والبنت ما بتلاقيش حل قدامها غير انها تقبله، مع انها شافت انه صغير وجسمه ضعيف. وبعد ما كور بيمشي بتوصل حواله للمكتب من شغل السور اللي كور خلصه، وكان المبلغ عباره عن 200 قطعه ذهبيه، مبلغ محدش شافه قبل كده. والموظفه كيرشيل كانت مصدومه وبتقع على اكياس الرمل، فزميلتها بتعرفها ان دي ماده بيستخدموها في قياس المنى في الجسم، كل ما كانت المنى قويه في جسم الانسان هيحس ان الكيس تقيل، والعكس صحيح. وقتها كيرشيل بتفتكر ان كور ما قدرش يشيله، وبتسال نفسها هو مين بالظبط. فبيروح كور مع
يوليشيا للغابة، ولما بتديه أكل هناك بيفرح جدا لأن دي أول مرة حد يهتم بيه، وبيكون شايف إنها أجمل بنت قابلها في حياته، واللحظة اللي قضاها معاها كانت من أجمل لحظات حياته حرفيا. وتاني يوم بيفضلوا يدوروا على مكان مناسب لغاية لما بيلاقوا صخور وسط الجبل مليانة أحجار كريمة، وبعد ساعات قليلة كور بيخلص كل الصخور وبيجمع كل الأحجار اللي في المنطقة. ويوليشيا كانت عايزة تاخدهم تبيعهم، لكن كور بيقول لها إنه لو حولها لأحجار سحرية هتجيب سعر أعلى، لكنها كانت مستغربة لأن مفيش غير 10 في المملكة كلها بيقدروا يعملوا كده، وفي ثانية واحدة كور بيحول باللورا لحجر سحري. فبتروح يوليشيا بتدخل العاصمة بعد ما استخدمت الختم الملكي، وبتدخل للساحرة زميلتها، بتشوف البلورات بتنبهر بيها لأنها مليانة بالطاقة والمانا، وبتشتريهم منها كلهم وبتديها 500 قطعة ذهبية، وبتطلب منها ما تبيعش البلورات لأي حد غيرها لأن نادرا لما بيلاقوا حاجة قيمة زي دي، وكمان عايزة تعرف مين اللي عملهم. لكن لما بتلاقيها رافضة تديها معلومات بتقول لها تبلغه إنها ممكن توظفه، وهيكون كمدير مختبر الأبحاث التكنولوجية السحرية في المملكة. وكل الأحداث دي يوليشيا ما كانتش قادرة تصدقها، إزاي هو بالقوة دي مع إن شكله ما يدلش على كده أبدا. وبتروح لمكتب التوظيف تعرف كل معلوماته من الموظفة. بعد كده بنروح لمعركة مهمة وصعبة جدا لفريق ناب التنين، والقائد خسر كل قوته والساحرة عاجزة إنها تشفيه، والساحر الجديد كمان مبتدئ ما بيفهمش حاجة. وبندانا كانت بتتفرج من بعيد بعد ما أدركت إن مصير المجموعة الهلاك. وبعد كده بتقعد يوليشيا مع كور في البيت اللي بناه، وبتعرفه الوظيفة اللي اتعرضت عليه في المملكة. وبرغم انه ما كانش مصدق لدرجة انه حس ان دي مجاملة، لكن برضه بيرفض لانه مش متخيل نفسه في وظيفة عالية كده، وكمان حابب انه يكمل معاها في التنقيب. وبيقول لها انه فضل يدور طول الليل كله على مكان جديد، وبياخدها عشان تحفر هناك، وهو بيروح للمكان اللي لقوا فيه البلورات. وبعد نص اليوم بتحفر يوليشيا 10 متر، وبتلاقي حجر كريم كبير وبيكون اسمه توباز، لو باعته هيسدد كل الضرايب اللي عليها. وبعد كده بتروح تدور على كور، وفي الطريق بتتريق عليه على الفترة الكبيرة اللي غابها، وانه ممكن يكون حفر منجم كامل على قوته ونشاطه، وتخمينها بيطلع صح فعلا. بتدخل المنجم اللي بتلاقيه قدامها وبيكون منور من الجنبين بسبب وجود الطحالب، وبالرغم من انها توقعت كده لكنها اتصدمت ازاي قدر يحفر منجم كامل بالمساحة دي. فبيسمعها كور وبيخرج، وبيقول لها انه للاسف كل اللي لقاه في المنجم احجار ملهاش قيمة، وكل اللي لقاه احجار كريمة صغيرة جدا. وبيوريها الاحجار اللي ملهاش لازمة بالنسبة له لانهم بيستخرجوها بكميات في مدينتهم لدرجة انهم بيرموهم في الغابات من كترها. فيوليشيا بتسمع كل ده بتتجنن، ازاي يرموا احجار اغلى من الذهب والبلاتين، ولو هو شايف ان دي احجار ملهاش لازمة امال ايه اللي حافر علشانه منجم وبيدور عليه. فكور بيقول لها انه بيدور على حجر الاوركا، وده حجر خام اسطوري نادر جدا ونادرا لما حد بيلاقيه في الجبال. وبيقول لها باقي الانجازات اللي عملها في يومه، ولما بتقارن اللي عملته باللي هو عمله بتحس انها صغيرة جدا قدام قوته واللي هو مش مدرك قيمتها. وبتلاقي انه حفر النفق لغايه الجبل، وبعد يومين بيخلصوا تعدين. وبعد ما شيخ المدينه شاف النفق ده خصصه انه يكون مكان يربط بين مدينته ومدينه الامير تايكون، بعد ما اخذ الاذن من يوليشيا، واللي استغلت الوضع وسمحت للتجار اللي هيعدوا جوه النفق واخذت منهم اجر عشان تدفع الضرايب. وبعد ما كور بيخلص شغل مع يوليشيا بيروح مكتب التوظيف عشان يدور على وظيفه جديده، فبتشوفه بندانه وبتقف معاه، بتعرفه انها سابت مجموعه ناب التنين، وبتفتكر اخر مقابله ليها مع القائد واللي دخل مطاعم المدينه كلها وما كانش حابب طعم اي اكل في العاصمه كلها، وكل ما بيخرج من مطعم بيكسره وبيرمي الاكل وما بيدفعش ثمنه، لغايه لما كل المطاعم بلغت عنه. واخر مطعم خرج منه متعصب قابلته بندانه وسالته خرج ليه من المطعم بعد ما تعبت فيه انها تحجز له مكان، لكنه كان متعصب جدا وطلب منها تجيب له كور باي طريقه حتى لو بالعنف عشان يطبخ له. فبندانه بعدها بتاخد منه سلسله اللي بتنقل الشخص لاي مكان، وبتهرب بسرعه قبل ما يتقبض عليها، وبتقف مبسوطه انها اخيرا خلصت منه ومن اوامره. لكن ما حبتش تحكي اي حاجه لكور، واكتفت تقول له انها اتطردت زيه، لكن كان في دماغها حاجه تانية عشان تقابله. فبتقول له بما انك داخل مكتب التوظيف يبقى اكيد بتدور على شغل، وبتقول له ان في واحده تعرفها عندها ورشه وعايزه حد يساعدها، ودي بتكون واحده من اهم 15 شخص حرفي في الدوله، يعني مساعدتها هتفيده. وبتديه خريطه للمكان، وبعد ما بيقبل الشغل وبيمشي بتقول بصوت واطي هتتعب يا كور في انك تساعد الحكيم العظيم بس انت قدها. فبيروح كور لمكان الورشه، والورش دي كانت معروفه بانها بتبيع الاسلحه والاجهزه والاحجار السحريه، لكنه بيلاقي المكان بيت عادي ما بيبانش عليه انه ورشه. وبتفتح له بنت من الالف اسمها ميشيل مساعده صاحبه الورشه. اول لما بتعرف ان حد جه يساعدها بتفرح جدا وبتاخده بسرعه للمطبخ، لكن الريحه كانت صعبه جدا تحس ان بقالهم قرن ما نضفوش المكان، وبتطلب منه انه يساعدها في التنظيف. فكور بيقول
لنفسه كنت مفكر اني جاي اساعد في ورشه اسلحه سحريه، لكن الحقيقه ان شغل البيت هيلازمني كتير، فبتسيبه ميشيل وبتمشي تساعد مديرتها. وكور بيخلص شغل بعد نص ساعه بس، وبيخلي المكان بيلمع كانه مفروش جديد، وبيروح يدور على ميشيل عشان يسلم شغل تاني. فبيلاقي باب في وشه، اول لما بيدخل بيلاقي بنت جميله جدا صغيره وفي علامه غريبه على بطنها، فبيعرف منها ان دي لعنه. ولما بيلمسها بيلاقي انها مش حاسه بالم، يعني اللعنه اكلت جسمها لدرجه انها خسرت الاحساس بجسمها اصلا. وبعد كده بتتقابل يوليشيا مع ساحره البلاط الملكي، وبتديها كل حاجه كور لقاها في النفق، وبتاخد منها 500 عمله ذهبيه، وبتقول لها انها عايزه تخبيها عن الناس عشان اللي هيعرف موهبته اما هيقتله او هيخطفه. لكن هتقنعه بكده ازاي وهو مش مدرك بقوته وبيقلل من قيمته اصلا؟ بنروح بعد كده لكور، واللي بيكون بيطبخ اكله للبنت اللي لقاها، وهو في المطبخ بتدخل عليه صاحبه المكان اوفيليا بعد ما عرفت ان كور قابل الاميره، فبتطلب منه يخلي موضوعها سر عن باقي الناس، وبتديه الاجر بتاعه عشان يمشي، وبتاخد منه الاكل اللي طبخه، وبتطلع للاميره تقول لها ما ينفعش تفتحي الستاير وما ينفعش تقابلي حد غريب، والقيود عليها كانت شديده بسبب تعبها. ولما بتقرب على الاكل عشان تدوقه قبلها، الاميره بتقول لها مش لازم، لانها حست ان الشاب الصغير اللي قابلته اطيب من انه يعمل حاجه وحشه، وبعدين هيحصل فيها ايه تاني اكتر من كده. ولما بتاكل الاميره ليز من الاكل بتحس بمغص شديد جدا، لكن بعد ثواني قليله بترجع لطبيعتها، واللعنه كمان بتختفي وجسمها بيرجع لطبيعته، وبتتشفي بسبب اكل كور. وفي الوقت ده بيوصل الخبر للشخص اللي رمى عليها اللعنه، فبتروح اوفيليا مع الاميره للساحره ميميكو، وبتحكي لها ان في حد حاول يقتل الاميره عشان يقوم الحرب بين البلاد من تاني، لانها الاميره الوحيده للملك من ملكه الشمال، وان اللي شافها شخص اسمه كور. وبعد كده ميميكو بتقول للاميره هم 3 اللي نقدر نشك فيهم في القصر. الاول هو الجنرال الاول لقوات المملكه، وهو القائد ريستا، والتاني تريستان اسقف المملكه، والشخص الثالث هي ايسادورا مرات الملك الثالثه. فاوفيليا بتشك في الاسقف اول واحد لانه يقدر يتحكم في تغيير الحمايه على اوضه الاميره، لكن ليز بتقول لهم ان مرات ابوها العقربه بتتمشى براحتها في القصر، يعني تقدر تتحكم في كل حاجه حواليها، وبتستبعد الجنرال. لكن يوليشيا بتقول لها ما تامنيش لحد، لان الجنرال ليه علاقه بكل المجرمين في المدينه، وكمان كل الحراميه اللي عندهم معلومات عن كل حاجه، يعني اكيد عنده رجاله في القصر. فاوفيليا لما لقيت انهم مش هيقدروا يحددوا مين اللي رمى لعنه على الاميره، بتقرر انها تنصب فخ، وبما انها كملت ال 15 سنه لازم تاخد سنه تدريب بره القصر، وبتفكر انها تبني ورشه فنيه وهميه لمدرب حرفيين عشان ينشروا اشاعه ان الاميره هتتدرب هناك. وقتها المجرم هيتحرك عشان يموت الاميره، وهيبدا يجمع المعلومات عن الورشه وعن المدرب. ولما بيفكروا يجيبوا شخص يكون صاحب الورشه الوهميه، فيوليشيا بتقول لهم مفيش انسب من كور للدور ده، وبتوري اوفيليا الاحجار السحريه اللي صنعها، وبتتفاجئ جدا ازاي واحد في سنه يقدر يعمل كده. وفي يوم تاني بيروح كور لورشه اوفيليا، لكنه بيلاقي البيت مقفول، وبتلاقيه ميشيل، وبتقول له ان المديره اخدت ليز ومشيت، فبيمشي وهو حاسس بذنب لانه اكيد عمل حاجه غلط، ورجع خيب ظن كل حد اعتمد عليه في الشغل. وبيروح مطعم عشان ياكل فيه، فبيلاقي مجموعه مغامرين بيتناقشوا، وصوتهم بيكون عالي بسبب ان الشخص الرابع في مجموعتهم تعبان، والدكتور قال انه لازم يرتاح اسبوع، وبكده هيضطروا ما يقبلوش المهمه الاخيره، مع انهم ما كانوش قادرين يدفعوا الغرامه عشان يلغوها. وكمان هناك حل تاني، ممكن يجروا الحموله هم الثلاثه، لكن المحارب بيقول لاخته اللي اقترحت الفكره لو حد هجم عليهم وهم بيجروا الحموله هيتاذوا جدا، والغنيمه هتتاخد منهم. فكل لما بيلاقيهم محتاسين مش لاقيين حد يشيل الحموله بتاعتهم، بيحس ان دي فرصه شغل جديده، وبيروح يعرض عليهم يشتغل معاهم. لكن الاخت الصغيره بتتريق عليه وبتقلل من قيمته، فالمحارب بيعتذر عن اللي اخته قالته، لكن بيفهمه بهدوء ان الصيد بتاعهم ممكن يكون عفريت حديد يعدي ال 200 كيلو، يعني محتاج شخص عنده مهاره في رفع الاثقال. لكن كور بيصدمهم لما بيقول لهم ان 200 كيلو بالنسبه له وزن بسيط جدا، وبيشيلهم هما الاثنين، ووزنهم كان معدي ال 200 كيلو بكتير بسبب الدرع اللي معاهم. وطبعا بعد الاثبات ده بيوافقوا عليه فورا، وفي الطريق بيتعرفوا على بعض. المحارب اسمه كانس، والساموراي اسمه دانزو وهو القائد، والبنت اسمها سينا. وبعد ما بيتعرفوا على بعض كور بيقول لهم شكرا انكم وظفتوا واحد ضعيف زيي، فكلهم بيضحكوا عليه اللي هو ازاي يا جدع بعد اللي عملته ده، وبيعتبروه شخص قوي جدا. واثناء لما كانوا ماشيين في الطريق كور رجله بتتشعلق في سلايم صغير، ولانه اول مره يشوفه بيصرخ بصوت عالي وبيحاول يموته، لكنه بيقطع عن رجله، وبتيجي سينا تموته، ومحدش فيهم بيعامله معامله وحشه، بالعكس كلامهم وردود افعالهم من ناحيته كانت هاديه وحنينه جدا. ودي طريقه كور عمر ما حد اتعامل معاه بيها، خصوصا فريق نائب التنين، واللي تقريبا عمره ما هينسى معاملتهم القاسيه معاه. وبيروحوا يدخلوا كهف، وبينشروا الطحالب اللي بتنور، وبيلاقوا علامه بتدل ان في عفريت، وبعد دقايق بيلاقوا واحد قدامهم. اول لما بيشوفهم بيصرخ كانه بينادي عشيرته كلها، لكن
لكنهم بيقتلوه فورا. لكن فجأة بيسمعوا صوت صراخ عفاريت مش طبيعي بيدل ان ده عدد كبير جدا. وقتها بيحسوا انهم اتحصروا، فكور بيلاقي ممر سري بيجري يدخل فيه هو وسينا وبتقفل الباب. كور بيستغرب هي ليه قفلت عليهم، فكنس من ورا الحيطه بيقول لهم انهم مستحيل يهربوا من عدد العفاريت ده، وانهم لازم يدوروا على اي فتحه تخرجهم من الكهف بسرعه. وبالنسبه له كان الموت في سبيل حمايه اخته اكبر شرف ممكن ياخده الاخ الكبير. فسينا بتنشر الطحالب، ولما المكان بينور بتاخد الصدمه لما بيقف قدامها تنين حديدي. بتروح ليز مع يوليشيا للفندق واللي بيكون ساكن فيها عشان يقابلوه، لكن ما بيلاقوش حد هناك. ويوليشيا بتسمع حد بره الاوضه بيقول لها لو بتدوري على كور هتلاقيه في كهف مع مجموعه مغامرين اسمهم ساكورا. ودي بتكون بندانه واللي بتخلص كلامها وبتهرب بسرعه. وبتخرج يوليشيا قلقانه لان فعلا كور ممكن يكون استلم وظيفه جديده، خصوصا ان المكان ده الدوله كانت بتحارب مجموعه كبيره من العفاريت واللي هربوا في كهف الشمال. وبتطلب من ليز انها تستناها لغايه لما تروح تجيبه، لكن ليز بترفض وبتقول لها انها اتعلمت سحر يحميها في اي مكان، وانها لازم تساعد الشخص اللي انقذها. وبيروحوا كهف الشمال وبيلاقوا اثار رجلين كور، وليز بتستخدم سحر يخلي حواسها تكون عاليه عشان تقدر تسمع صوت كور، لكنها بتسمع صوت غريب. فيوليشيا بتمسك سيفها وبتقول لها خليكي مكانك. فالاميره بتقول تعويذه تخلي قوتها تبقى الضعف. وبتروح يوليشيا تقتل العفاريت وتنقذ القائد والمحارب. فسينا بعدها بتكون حاسه بالذنب لانها خلتهم يقبلوا المهمه غصب عنهم، وبسبب قرارها ده ممكن كلهم يموتوا. وبتعتذر لكور لانه ملوش ذنب يموت بسببهم، لكن كور بيقول لها ما تشيليش هم. وبيروح للتنانين الحديديه بيفككهم بسيفه كانه بيفك لعب صغيره من غير اي تعب او مجهود صعب. وبيقف قدام التنانين اللي قطعهم على 100 حته وبيقول لسينا يلا ندور على مكان نهرب منه. لكنه لما بيلاقيها مستغربه اللي حصل بيفهمها انه متعود في مدينته يصنع التنانين دي، يعني عارف هتتفكك ازاي. فبتدخل يوليشيا تشوف انجاز جديد لكور، وبتفتكر انها سمعت عن اسطوره بتحكي عن راجل في اضعف مستوى في العالم لكنه في المستوى الاسطوري في الحداده. فبتخرج يوليشيا لمجموعه المغامرين واللي بيشكروها وما كانوش عارفين يردوا لها الجميل ازاي. فهي بتحس ان ده وقت مناسب، وبتعرف كور ان في ورشه حرفيين هتتفتح جديده هي هتشتغل فيها مغامره، وبتطلب منه من مجموعه ساكورا كلهم يشتغلوا معاها. فيوليشيا بتطلب من كور انه يعمل اختبار مواهب عشان يكتشف ايه موهبته قبل ما يشتغل في الورشه، وبتبعته لميميكو في مكتب التوظيف. وبعد الاختبار بيروح كور يحتفل مع المغامرين، ويوليشيا بتروح للساحره وبتعرف منها ان كور اخد في كل المواهب اعلى مستوى ممكن انسان يوصل له، وقوته السحريه كانت اكبر بكتير من قوتهم. بعدها يوليشيا بتاخد كورتو ومجموعه المغامرين في عربيه سريعه، واوفيليا سمحت لهم يسافروا فيها للعاصمه عشان يبنوا فيها ورشه الحرفيين. والمغامرين كانوا مبسوطين جدا بسبب الوظيفه الجديده اللي اخدوها، لكن الوحيده اللي كانت خايفه وحاسه ان في مشكله هتحصل في اي وقت هي سينا. كانت واخده بالها من كل حاجه عشان تحمي اخوها من اي خطر. وكانس بيسال يوليشيا هو فين معلم الحرفيين اللي هيكون مسؤول عن الورشه، لكنها ما بتحبش تعرفهم الحقيقه دلوقتي وبتخبي عليه. ولما بيوصلوا المدينه كور بيبص على السور بيفتكر ان ده اللي اشتغل في تصليحه، وكان حاسس بالتقصير انه ما قدمش كل اللي يقدر عليه وطردوه من تالت يوم. فيوليشيا بتاخدهم لارض فاضيه وبتقول لهم هنا هتكون الورشه واللي هيبنيها كور، وبتدي الحريه الكامله انه يبني الورشه زي ما هو عايز، يختار الشكل والتصميم. لكن كور استغرب وقال لها انا بنيت بيت خشبي في يوم لكن مستحيل ابني ورشه بالمساحه دي في يوم، ممكن 3 ايام. فيوليشيا بتقول له خد وقتك حتى لو كملت اكتر من 3 ايام، وبتاخد منه ورقه الطلبات اللي هيحتاجها. وبتبص للباقي اللي واقفين مصدومين ورشه اللي هتتبني في 3 ايام بس وكمان هيبنيها لوحده. وبتاخدهم عشان يسيبوا كور يصمم براحته، وبيروحوا الفندق اللي هيسكنوا فيه مؤقتا. وبتعمل اجتماع بسيط عشان تقول لهم سر، لكن سينا بتتسحب من لسانها وبتقول لاخوها ان كور هزم التنانين الحديديه في الكهف لوحده وكمان بسكينه صغيره، وقال انه متعود يعمل كده في بلده. كلهم طبعا اتصدموا وبيطلبوا من يوليشيا تعرفهم مين كور وايه قصته وازاي عنده القوه دي في سن صغير زي ده. فبتقول لهم خلوني اعرفكم بنفسنا الاول. بتخرج خدم الامبراطوريه وبتقول لهم انها كانت مغامره تحت اوامر العيله الملكيه، وليز اللي قدامهم دي الاميره الثالثه للمملكه. وبتقف ليز توريهم سيفها الملكي عشان يصدقوا، وبتقول لهم انها خافيه حقيقتها عشان المشاكل في المملكه، وبتطلب منهم يعاملوها طبيعي. ويوليشيا بتقول لهم ان كور ده اصلا هي ما تعرفش هو مين، كل اللي يعرفوه عنه ان كل مهاراته القتاليه في اوحش المستويات لكن كل المواهب والقوه من اعلى مستوى. فكانس بيقول لها تقصد المستوى الاسطوري اللي الناس شاكه انه موجود اصلا. فيوليشيا بتقول له ان كور نفسه ما يعرفش كده ومش مدرك حجم قوته، وخافيه عنه الحقيقه عشان عايزه تخليه هو معلم الحرفيين الجديد، لكن حتى ده هيكون سر بينهم. فسينا بتتعصب وبتقول لها انتوا بتخدعوه ليه؟ المفروض تعرفوه الحقيقه. فبتقول لها انه اصلا مش هيصدقهم، وممكن كمان لو حقيقته اتعرفت يتعرض للخطر او يتعرض للاستغلال. لكن سينا كانت شايفه انهم هم اللي بيستغلوه كده. فليز بتقول لهم ان كور انقذها من التعويذه اللي كانت هتموتها، وفي حد عايز يموتها، وسبب انهم اختاروا المدينه دي للورشه عشان يعرفوا مين عدوهم، وعشان كور طيب فخلاهم كلهم عايزين يحموه. وبتطلب منهم انهم يحافظوا على السر ده. وبعد
لحظات صمت طويله دانزو بيقول لها من واجب السياف يسمع كلام العيله الحاكمه، لكنهم مغامرين ومش ملزمين انهم يسمعوا كلامها، لكنهم كانوا معتبرين كور صديق ليهم وقرروا يساعدوه ويساعدوها. لكن سينا كانت معترضه وقالت انها ما تعرفش كور غير من كام يوم بس، ومحتاجه تفكر قبل ما تاخد القرار، وبتخرج تدور على كور عشان تعرفه الحقيقه كلها، لكنها لقيته خلص حفر اساس الورشه في ساعه. فبتقول له انت مش حاسس بضغط بسبب انك بتعمل كل ده لوحدك؟ فكور بيقول لها بالعكس، وبيحكي لها ان المغامرين اللي كان معاهم دايما كانوا بيقولوا عليه ملوش قيمه وطردوه، ودلوقتي هو مبسوط عشان قادر يفيد اللي حواليه. وقتها بس سينا اقتنعت بكلام يوليشيا وبتوافق تكمل معاهم. فبيروح دانزو بعد كده هيقابل بندانا اللي كانت شغاله مخبره، وبيعرف منها ان بيبيونك صديقهم بيستلم مهمات من الاشرار، وتعرف باسم ابو 100 وش، وان هو اللي كان عايزهم يموتوا في الكهف، عشان كده اقنع سينا تقبل المهمه. وفي الوقت ده بيبيونك بتوصله اخبار عن مجموعه ساكورا اللي بيشتغلوا مع الاميره الثالثه، فبيحط خطه عشان يجيب منها فلوس بعد ما يخترع معلومات تشوه سمعه الاميره. وفجاه بيلاقي دانزو وراه سامع كل كلمه قالها، ولما بيهرب منه بيروح وراه يهدده عشان ما يقربش منهم. وبتكون بندانه مراقباه ومتغاظه انه ما موتوش، لكنها بتشوف واحد من رجاله ميميكو جه واخد بيبيونكو ومشي. وبعد 3 ايام بالظبط كور بيبني ورشه على شكل قصر فاخر جدا، وكمان فيها جنينه كبيره حواليه. وبرغم ان المجموعه كلها كانت مصدومه، لكنهم اتعاملوا بشكل طبيعي، وكور بيستقبلهم وبيحكي لهم كل اللي عمله، وبيوريهم كمان اوضه معلم الحرفيين. ولما يوليشيا بتساله فين اوضته هو، فبيقول لها انه هيكون مسؤول عن التنظيف، يعني عادي بالنسبه له ينام في المطبخ. لكنهم كلهم بيتضايقوا من كده، وبعد ساعتين من الزن بيقنعوه انه ينام في اوضه معلم الحرفيين، لانهم فهموه انه مش هيجي الايام دي بسبب ضغط الشغل. فيوليشيا بتستنى الكل ينام، وبتروح تحط ورق الحمايه من التعاويذ واللعنات على كل الحيطان عشان يحميهم مؤقتا لغايه لما يلاقوا حل تاني. وتاني يوم الصبح كور بيطبخ لهم اكل طازه بيعجبهم جدا، والبنات بيتمنوا زوج مثالي زيه. لكن كور بيعمل مصيبه كبيره، بيلاقي الورق اللي اتلزق على الحيطان مبوظ شكلها، فبياخد قماشها وبيشيلهم كلهم. ويوليشيا ما بتلحقش تمنعه لان دول اخر ورق معاها، وكده الحمايه كلها اتشالت من على القصر. وازاي هتقدر تحمي ليز في الايام اللي هتغيب فيها ميميكو؟ بعد كده الاسقف تريستان بيطرد مارليفز عشان مجموعه المغامرين اللي كانت فيها القائد عمل حاجات كتير غلط في العاصمه، وبقى مطلوب في الدول بعد ما هرب. فمارليفيز بتقول له كل اللي عمله القائد ده مش ذنبي، انا فعلا عملت تعويذه البرق على مطعم قدم لنا اكل وحش جدا، وده كان عقاب ليهم. فتريستان بيزعق فيها وبيقول لها اسكتي، بسببك سمعه المكان اتشوهت واللوم جه عليا انا. لكن بعدها بيقول لها انا مش ناسيلك كل الانجازات اللي عملتيها، ومقدر جدا قوتك السحريه، وعشان كده هديكي مهمه صغيره لو نجحت فيها مش هطردك وكمان هتترقي. وبيوعدها انه هيوفي بوعده. وبعد ما بتشرب بتقول له اطلب اللي انت عايزه، المهم ما انطردش من هنا بعد كل اللي عملته. فتريستان بيقول لها انا بامرك انك تساعديني اقتل الاميره الثالثه. وبعد ثواني مارليفيز بتصاب بنفس اللعنه اللي كانت في الاميره. فتريستان بيضحك وبيقول لها نسيت اقول لك ان المشروب مسموم بلعنه مش هتخلي جسمك يقبل اي اكل غير الميه، يعني قدامك شهر بالكتير وهتموتي، لكن لو نجحت في مهمتك هحررك منها. وقتها مارليفيز فهمت الخدعه والاستغلال اللي اتعاملت بيه من البدايه، وما بتلاقيش حل غير انها توافق عشان تنقذ حياتها، وبترجع بيتها تنام من تعب التعويذه. وتريستان بيبعت لها شيطان عشان يستغلها ويكمل المهمه. وتاني يوم بتكون يوليشيا بتراقب ليز في كل تصرف بتعمله، لانها خايفه انها ترجع تتصاب بنفس اللعنه من تاني. لكنها بتلاقي كل حاجه تمام لحد دلوقتي، وبتكون مطمنه لان ميميكو واوفيليا وصلوا المدينه ونشروا كمان حمايه على القصر. فليز بتشكر كورا على الاكل الحلو اللي بيعمله علشانها، وبتطلب منه انه يعمل لها نفس الاكله اللي عالجتها لو اتصابت بلعنه جديده. فكور بيفهمها انها خلاص مش هتتصاب باي تعاويذ تاني، لانه بنى القصر وغطاه بحاجز مضاد للعنات، يعني مستحيل حد جوه القصر يتصاب باي ضرر. والتعويذه اللي هتيجي على القصر هترجع لصاحبها، لكن هتخلي وشه ينور لاخر يوم في حياته عشان يقدروا يعرفوا مين عدوهم. وفي الوقت ده كان في ساحر بيرمي لعنه على الاميره عشان يموتها، لكنها بتتعكس عليه فورا وبتخلي وشه ينور، وده من طيبه قلب كور اللي مش عايز يأذي حد حتى لو كانوا اشرار. فالجنرال بعدها بيقف على حدود السور من فوق بيراقب الوضع بره المدينه بعد ما الضباب ملى المكان كله، وكان متوقع انه يحصل هجوم وحشي في اي لحظه. وبيحذر قائد الفريق جينريك عشان يحفظ سلامه الناس لو حصل اي حاجه. وبعد ما يوليشيا حكت لميميكو كل كلمه قالها كور، نشرت رجالتها في المدينه لغايه لما لقوا الساحر اللي رمى اللعنه، ولقوه ميت في ممر مخفي تحت الارض، والنور كان ملازمه حتى بعد لما مات. واوفيليا بعد ما ادركت ان كور بالقوه دي بتقول لهم انها عايزه تستغله وتعرف مين اللي عايز يموت ليز، لكن يوليشيا بترفض اي وضع يعرض كور لاي خطر. وفجاه بيسمعوا انذارات الخطر اللي صوتها عالي في المدينه كلها، وده كان بسبب هجوم غير متوقع من عدد هياكل عظميه مسلحه، وعددهم بيكون كبير جدا. والخبر بيوصل لميميكو من رجالتها، والجنرال بيؤمر جينريك انه يخلي المدينه في الممرات السريه. لكن بتحصل حاجه غريبه جدا، كل الهياكل اللي بتقرب من السور الغربي بيتحلل وبتختفي. وقتها الجنرال بيفتكر لما كان بيشرف على تصليح السور
السور، وقال ان المكان ده صلحه شاب صغير اسمه كور. وكمان يوليشيا لما وصل لها الخبر فهي افتكرت ان الموظفه قالت لها ان كور صلح السور لوحده. وبعد الاستغلال الكبير اللي استغله الشيطان لمارلفيس بتتعب جدا وطاقتها بتضيع في السحر، لكنه بيقول لها تقاوم وما تموتش دلوقتي. المحاوله الاولى فشلت، لكن لسه فاضل محاولتين تانيين، وكان محتاج قوتها السحريه عشان يستدعي باقي الهياكل. وكل ده ما كانش فارق مع مارلفيس قد ما كانت مصدومه في تريستان بسبب كل اللي عمله. والشيطان بياخدها لمكان يستدعي فيه كل الوحوش، ولما بيلاقي طاقتها خلصت بيفكر انه يستخدم روحها زي بنزين يكمل بيه الخطه. فبترجع يوليشيا تعرف ليز وكور كل اللي حصل، وان الهجوم لسه مستمر، يعني ما ينفعش يخرجوا مهما حصل. ولما كور بيسمع خبر اختفاء الهياكل بسبب انها لمست السور، فبيقول لها ده كمان كان مشهور عندهم في القريه اللي اتولد فيها. وبسرعه بتخطر على بال يوليشيا فكره تحمي بيها العاصمه كلها، وبتروح تاخد الاحجار اللي كور حولها لبلورات سحريه، وبتروح مع ميميكو بعدها واوفيليا للجنرال وبتشرح له الخطه بتاعتها. وكانت عايزاه هو ورجالته يلفتوا نظر كل الوحوش لغايه لما هي تخرج بره الحدود وتروح للمكان اللي بيخرجوا منه، واللي هيساعدها في كده البلورات السحريه، واللي هتكون السلاح السري. والجنرال بيوافق بشرط انه يروح معاها ويدي كل المهمه لجينريك. فكور وهو بينظف القصر بيفتكر الراجل الحكيم في قريته لما قال له كل لما تقعد لوحدك هتتامل في نفسك وروحك، لكن كل اللي بيجي في باله انه انطرد من مجموعه بيحبها، وبعدها دخل في مجموعه تانية وكلهم اعتبروه صاحبهم، لكن ما عرفش يفيدهم. ودلوقتي شايف مدينه بحالها بيتعرض لخطر وهو مش عارف يتصرف ازاي. فيوليشيا والجنرال بيقفوا قدام بوابه السور، وبتمسك بلوره سحريه وبترميها على هيكل عظمي، فالنور بينتشر في المكان كله وبيخفي كل الوحوش في لحظه. وما حدش كان قادر يصدق قوه بلوره واحده تعمل كده. فكور بيصنع سيف سحري من زهقه لما بيشوف ليز بيدولها هديه، ولما بيلاقيها فرحت بيقول في باله انا عارف انها بتبتسم غصب عنها ومخبيه مشاعرها الحقيقيه جواها. وبيتجرأ انه يسالها هي ليه دايما خايفه ومين اللي عايز يأذيها. فليز بتقول له ما كنتش عايزاك تعرف، لكن انا تعبتكم معايا. وبعدها ليز بتعرض حياتها للخطر عشان تروح الغرب تحارب العدو. فكور بعدها بيتضايق جدا وبيتمنى انه كان يبقى عنده قوه سحريه يقدر يساعدهم بيها، وبيحس بالعجز انه مش عارف يحميهم. وللاسف بتجيله فكره متهوره وهي انه ياخدها ويروح يساعدهم. وبعد كده يوليشيا والجنرال بيعدوا الغابه وبيقتلوا الوحوش اللي بتعطل طريقهم. ومن حسن حظهم ان جينريك والجنود عطلوا عدد كبير من الوحوش واللي كانت بتجري وراهم، واستخدموا البلورات اللي اخدوها منها عشان يموتوهم. لكن للاسف البلورات السحريه اللي معاهم قربت تخلص، يعني لازم يوصلوا للمصدر اللي بيخرج منه الوحوش، وده قبل ما البلورات تخلص. وفجاه الجنرال بيتصاب والوحوش بتتجمع حوالين يوليشيا، وبالصدفه بيشوفها كنز وبينقذها، وبتكون وصلت المجموعه كلها للمساعده. وسينا بتلاقي المكان اللي بيخرج منه الوحوش، فيوليشيا بترمي حجر سحري بيموت الوحوش حواليهم عشان يقدروا يدخلوا. وبتدي الجنرال عصير صنعه كور بيشفي اي نوع من الامراض، وكمان بيشفي الجروح. وبتروح تموت الوحوش اللي طلعت من الباب وهم بيروحوا يدوروا على المصدر. وفي الوقت ده بيكون الشيطان مراقب كل اللي بيحصل حواليه ومين اللي بيموت في الوحوش اللي بيستدعيها، وبيقول لمارلفيس اللي خلاص قربت تودع الحياه انه هيروح يستقبلهم بنفسه. وبتكون يوليشيا شافت المكان اللي بيخرج منه الهياكل العظميه، فبترمي فيه حجر سحري بيدمر الوحوش كلها. فبيخرج لها الشيطان وبيفرحوا انهم اخيرا لقوا الزعيم المسؤول عن كل المهزله دي، لقوا اللي بيدوروا عليه واللي لازم يخلصوا منه. فبتجري عليه بكل ثقه وبترمي حجر تفجره قدامه، مفكره انه زي اي وحش عادي هيختفي من قوه الحجر. لكن الشيطان بيكون واقف مكانه مش متاثر باي حاجه. فالجنرال بيجري يضربه بالسيف، لكن مكان الضربه بيلم لوحده ولا كأن في حاجه حصلت. وبيقف الشيطان بيتريق عليهم وبيوريهم الوحوش اللي قربت تدخل السور واصحابهم اللي مش قادرين يقاوموا اكتر من كده. وبيعتذر انه نسي يبعت وحوش عملاقه اطول من السور عشان يهدموه، وبيستدعي باقي الوحوش الضخمه عشان يبعتهم يدمروا السور. فيوليشيا والجنرال بيخافوا جدا على المدينه وكمان على زمايلهم، فبيهجموا على الشيطان وبيقطعوا رقبته، لكنه بيمسكها وبيركبها في جسمه تاني، وبيضحك عليهم وبيقول لهم ان عقاب كل الفرسان وزمايلهم هو الذبح. هيعاقبهم بالطريقه اللي اتعاملوا معاه بيها، وهيخليهم يتفرجوا على الاميره وهي بتتقطع ل 100 حته. فيوليشيا بتخاف جدا هتهزمه ازاي بعد ما حاولت تقطع راسه وطعن قلبه، وحتى الحجر السري ما نفعش معاه. والسور لو اتهدم خلاص مصير المدينه والاميره اتعرف ومصيرهم هيكون الهلاك. فالشيطان بيستمتع بنظره البؤس وبيقول لها لو استسلمتي هسيبك تعيشي. فمارلفيس بتكون تعبانه جدا، وصلت لاخر مرحله قبل الموت، لا هتقدر تقاوم ولا هتقدر تلغي الدايره السحريه، وبتتمنى تاكل اي حاجه وبتفتكر كور، وبتفتكر الاكل اللي كان بيعمله ليها واللي كانت بتحبه جدا. وفجاه بتسمع صوته وبتفتكر انها بتهلوس من الجوع، لكن فجاه كور بيحفر تحت الارض وبيخرج هو والاميره، وبيشوف مارلفيس اللي اول لما شافت
كانت الاميره فهمت ان كور اكتشف الحقيقه وجاب لها الاميره عشان يقنعها انها غلبانه وترجع عن قرارها وتقف في صفها بدل ما تاذيها، وبتقول لهم ان الاسقف تريستان هو اللي امرها بكده. وقتها الاميره عرفت مين عدوها وبتطلب من كور انه يمسح دايره التعويذه وهي هتروح تدور على يوليشيا، ولما بتلاقيه رفض بتقول له ان معاها السيف السحري بتاعه وان دوره اكبر بكتير لان المصدر اللي بيخرج منه الوحوش هي الدايره السحريه. فكور بيمسح الدايره ومارلفيس بتتصدم مش مصدقه ازاي مسحها لان ده سحر مش دايره مرسومه بطباشير، مش مدركه ان قوه كور الشخص اللي كان بيخدمهم اعلى منها بمراحل. وبتروح الاميره تقف قدام الشيطان اللي حس بان الدايره السحريه اتكسرت وقوته بدات تضعف، فاول لما بيشوفها بيرمي عليها سيف بيموتها وبتقف يوليشيا مصدومه. لكن ليز بتظهر من بعيد وبتقول لهم ان ده سحر الوهم اللي عملته بسيف كور، وبتختفي تاني وبتظهر جنب اخر حجر سحري وبتدمره وبيختفي الشيطان. فمارلفيس بتسمع صرخه الشيطان ومصدومه هم ازاي قدروا يهزموه، لكنها بتطمن ان كل الوحوش هتختفي من بعد موته. فيوليشيا بتزعق في الاميره من خوفها لما لقيتها واقعه ميته، فليز بتعتذر منها وبتقول لها انها ما كانتش قادره تشوفهم في خطر بسببها وتسكت. فالجنرال بيشكرها انها انقذت حياتهم، لولاها كان زمانهم ميتين ولا عاصمه اتدمرت. مارلفيس كانت مفكره ان بعد ما الدايره السحريه تختفي اللعنه هتمشي، لكن للاسف مفيش حاجه اتغيرت. لكن كور فهم حالتها واداها اكل كان جايبه معاه، واول لما بتاكل منه اللعنه بتختفي فورا والاحداث بتركب مع بعض في دماغها. المجموعه كلها كانت بخير مش حاسين بتعب بسبب الاكل، والدايره السحريه اللي اختفت بسهوله واللعنه اللي اختفت منها، وسيوفهم اللي صنعها بنفسه اللي بيها ما كانش في وحش قادر يقف في وشهم. معقول ده كله يكون بسبب قوه كور؟ كانوا محميين طول الوقت بسببه وهم مش مدركين كده وعاملوه باوحش معامله في الدنيا. وبتعتذر منه وقلبها مكسور، لكن كور بكل تواضع بيقول لها انه مش زعلان منها طالما اتعلمت الدرس. وبيجي رجاله ميميكو بيقبضوا عليها، وكانت مفكره ان كور هيدافع عنها لكنه بيقول لها انه هيزورها في السجن ويطبخ لها الاكل اللي هي بتحبه. فيوليشيا بتبص لكور وهي مبسوطه لان بقى معاها كنز في حياتها، عندها اصدقاء كتير يعتمد عليهم بيضحوا بحياتهم عشان بعض، وعندها بيت ترجع له اخر كل يوم بعد ما كانت لوحدها، ونفس المشاعر كان حاسس بيها كور. ولما بيجي الليل بيحتفلوا بالانتصار الكبير اللي حققوه، وبيطبخ لهم كور من اجمل الاكلات اللي ممكن ياكلوها في حياتهم، وكل شخص كان مصاب بسبب المعركه مع الوحوش بيتشفي. وكمان كور بيعمل لهم عرض العاب ناريه عشان يتبسطوا. وبنرجع بعد كده لذكرى من ذكريات كور وهو بيحلم في قريته وقت ما كان طفل صغير، وقابل بنت غريبه اسمها هيلد وحاول يقرب منها، لكن البنت قالت له ان ابوها منعها تكلم اي حد غريب وبتكتفي انها تكلم نفسها. لكن كور بدل ما يحسسها انها غريبه زي باقي الناس اللي بتشوفها بيعاملها كويس وبياخدها فوق الجبل عشان يشوف الورد اللي بيفتح على شكل قوس قزح. لكن هيلد بتاكل من توت مسموم، فكور بسرعه بياخد من الورد وبيعمل لها دواء يشفيها. فبيصحى كور من الحلم مستغرب ايه اللي فكره بهيلد دلوقتي، وبيروحوا للقريه اللي طلبت منهم مساعده لان خزان الميه كان قرب يخلص. فيوليشيا بتفكر انها تروح القرى اللي جنب المدينه عشان يشاركوهم الميه، لكن كل ما بتروح قريه بتلاقي اهلها بيشتكوا من نقص الميه، مش لاقيين ميه حتى يشربوا وخايفين على عيالهم من الموت. وفجاه بيجي راجلين مخضوضين من حاجه حصلت فوق الجبل، فيوليشيا بتقلق على كور وبتروح هناك بسرعه، لكنها بتلاقي بحر كبير جدا وبتلاقي سينا وكنز. فبتقول لهم الناس تحت بتشتكي من قله الميه وقدامهم الميه فوق الجبل. فسينا بتقول لها المكان كان فاضي من كام دقيقه، الميه دي ظهرت فجاه. وبيجي كور بيقول لها ان الطيور هنا كانت عطشانه جدا، فاضطر انه يحفر مكان كبير عشان يسحب الميه الجوفيه من تحت الارض. وبكده كور بيحل مشكله الميه في القرى كلها من غير لما يحس، وبيدوهم هدايا كتير قبل ما يمشوا. وبتروح ليز تقابل الامير تايكون واللي كان عايز من ورشتهم يحسنوا له من الاحجار اللي في المناجم، والامير كان مبسوط بوجودها عشان يحسن العلاقات مع العيله الملكيه. لكن ليز كانت عارفه كويس ايه نواياها الخبيثه من ناحيتها وكانت مسمياه الثعلب المكار. فالامير بيبص لليز بصه غريبه وبيقول لها سمعت اشاعه بتقول ان عندكم في الورشه احجار سحريه كانت قادره تموت وحوش على بعد 500 متر. فليز بتحس انه عايز يعرف معلومات عن مدرب الحرفيين في ورشتهم، لكنها لازم تتعامل معاه بطريقته وما تدوش اي معلومات عنهم. فبتقول له ان الاشاعات هتفضل طول عمرها اشاعات، وكل ده عشان تحافظ على كور وما يبقاش فريسه سهله لراجل شرير زيه. والامير بيقول لها قريه الحدود اخر قريه في مدينته ملهاش اسم وعايز زعيم قوي ليها لانها قريبه من ارض الشياطين، وكان بيفكر انه يعين مدرب الحرفيين اللي في ورشتهم. فليز بتفهم اخيرا ايه اللي ورا اللف والدوران بتاعه، ولو قبلوا ان كور يتعين زعيم للقريه دي هيتعرف وسط العاصمه كلها وهيبقى متعرض للخطر دايما من كل مكان. فبتقول للامير انها ما تقدرش تاخد القرار ده بنفسها. فالامير بيقول لها ازاي وانت هنا بتمثلي الورشه، يعني مسؤوله عن اي قرار فيها، وان مدرب الورشه انقذ المدينه كلها في المعركه الاخيره، يعني مفيش اي انسان هيقدر يعارض قرار تعيينه. فليز بتترعب ان الجنرال لسانه يفلت باي كلمه عن كور، ولو كانت تعرف نيه الامير الخبيثه كانت وصته ما يقولش اي حاجه عنه.
فالجنرال بيقول له احنا موافقين ان مدرب الحرفيين يكون رئيس علينا. فالامير بيقول لي ليز انت الوحيده اللي معترضه، لو في عيب شخصي ينفع تعرفيني؟ فليز بتقول له مفيش راجل في موهبته في العالم ده كله، يعني لو في حد معيوب هيكون انت. وبتخاف انه يعاقبها على الكلام ده، لكنه بعدها بيسقف وبيقول لها حس كده الاتفاق تم. وبعد ما بترجع بسرعه بتحكي ليوليشيا انها ما قدرتش عليه. فيوليشيا بتفكر انها تجيب اي حد ياخد مكان كور. فليز بتقول لها للاسف مش هينفع لان محدش عنده موهبه كور واللي اتكلمت عنها قدام الامير، ده غير ان كل الفرسان عارفين شكل كور. فبتسالها هو فين عشان يلاقوا حل. فيوليشيا بتقول لها انه مهتم بتربيه الاطفال، والبيض اللي اخدوه هديه فقس في الطريق وكانت عباره عن طيور مائيه ولما تكبر بتبيض بيض ذهب. فاوفيليا بعدها بتعرف خبر خطير فبتروح لميميكو عشان تعرفها انهم لقوا الاسقف تريستان ميت في بولان، وده بيدل على انه مش هو الراس الكبيره، لا ده اكيد في حد اكبر منه كان محرضه وبيديه الاوامر من بعيد. وبالصدفه بتلاقي تقرير على مكتبها بيقول ان كور هيبقى زعيم لقريه حدود العاصمه. فميميكو بتقول لها مستحيل تخلي ده يحصل وانها مش عارفه تنام عشان بتدور على حل. فبتحصل حاجه غريبه جدا في ورشه كور، البيضه الاخيره بتفقس وبيخرج منها بنت، لكن الغريب انها كانت كبيره مش صغيره، شكلها بيدل على انها عندها 3 سنين على الاقل. ويوليشيا كانت قلقانه جدا لان مفيش بنت بشريه بتتولد من بيضه، وده يعني انها نوع من انواع الوحوش اخذت شكل البشر. عشان تخلي الشخص اللي قدامها يحبها كانت خايفه ان البنت تتحول لوحش في اي وقت، وبتطلب من كور انها تاخدها منه عشان تقتلها، لكن كور بيمنعها وبيقول لها انه مش مصدق طفله في ورقتها تاذيهم وبيترجاها انها تسيبها له يربيها وهو هيستحمل مسؤوليتها. وفجاه البنت بتقول ليوليشيا ماما، وطبعا حنان الام بيبان عليها فجاه وبتتخيل اسرتها الصغيره مع كور. وليز بتغير منها وبتاخدها عشان تسمع كلمه ماما منها، لكن يوليشيا بتحاول تقاوم وبتكون عايزه تبعدها عنهم، لكن كانس بيقول لها انهم هيهتموا بيها وهيربوها كويس وبيدوها لكور وبيقولوا له يسميها، وبيفضلوا يتخانقوا على الاسم، لكن كور بيريحهم وبيسميها اكوري عشان معنى الاسم الوصل، يعني حاجه وصلت بينهم هما الثلاثه، بما ان الطفله قالت له بابا وقالت ليوليشيا وليز ماما فكده يبقى وصلت بينهم. وبالليل كانت اكوري نايمه مع يوليشيا فبيجي لها واحد من رجاله ميميكو فبتدي شعرايه من شعرها عشان يعرفوا ايه نوع البنت وهل ينفع يتبنوها فعلا ولا هتكون خطر عليهم. وتاني يوم الصبح كور بيبني اوضه كامله لاكوري مليانه العاب، ويوليشيا طلبت منه ان الاوضه ما يكونش فيها شبابيك نهائي حتى لو كان ده بالنسبه لها السجن، لكن على الاقل لغايه لما يعرفوا هي ايه، وبيسيبوها عشان يروحوا يكملوا شغل. لكن اكوري بتروح وراهم وبتستخبى في العربيه لكنهم بيسمعوا صوتها وبينزلوا ياخدوها. فيوليشيا بتشوف قدامها واحده من رجاله ميميكو فالبنت بسرعه بتغير لبسها في ثواني عشان ما تتكشفش، ويوليشيا بتروح تقابلها، لكن كور كان كل تفكيره يوليشيا كان معاها حق، لو البنت دي اتحولت لوحشه هيكون هو المسؤول عن الخراب اللي هيجي بسببها. وبالصدفه بيقابلهم راجل عجوز بيقول لهم انهم لازم يموتوا ملك الشياطين عشان قريتهم تعيش في سلام. وبعدها كور بيقبل المهمة بسرعة عشان يحمي القرية، لكن يوليشيا بتقول له مش دي المهمة اللي جينا علشانها. فبتيجي بنت بتقول لهم والدي اتعود انه بيتنبأ بأي حاجة بتحصل والقرية كلها ما بتحبش تسمع له، مفكرين انه بيجيب لهم النحس، وبترحب بيها لانها هي اللي بعتت لهم مهمة في الورشة، وبتقول لهم مشكلتها الخنازير اللي في الحظيرة بطلوا ياكلوا العلف بتاعهم وقربوا يموتوا كلهم، وبتاخدهم لهناك. فكور بيقول لها يمكن تعبوا من الحر الشديد وانه هيعمل لهم علف مخصوص يخفف عنهم تعب الشمس. ولما بيروح يطلب مساعده من يوليشيا بيلاقيها واقفه مصدومه من كلام البنت لما قالت لهم انتوا متجوزين جديد، لانها شافت بنت صغيره معاهم، فبيسيبها في صدمتها وبيروح يعمل العلف وبيحط الاكل للخنازير واللي خفت اول لما كلت منه. فيوليشيا بعدها بتبص لكور وبتقول لنفسها ازاي الناس قادرين يشوفونا متجوزين وانا اكبر منه في السن واطول منه كمان، وبتتمنى ان ده يبقى حقيقي لان ده هو الشخص اللي بتتمنى تحميه للنهايه. وفجاه بتلاقي تنين رايح ناحيتهم فبسرعه بتمسك السيف بتاعها عشان تحميهم، لكن كور بيمنعها وبيقول لها دخلي السيف بتاعك، وبيفهمها ان في الكرة الريفية معروف ان التنانين بتنزل تاكل وتشرب مع الحيوانات، لكن يوليشيا كانت شامة ريحة دم فبتروح تدور في المكان وبتلاقي واحد من رجالة ميميكو ميت وده اللي كان مسؤول عن حماية كور، وبتلمح واحدة وسط الزرع فبتدخل معاها معركة بالسيوف، ولما كور بيسمعها بيروح بسرعة يطمن عليها، لكن يوليشيا بتقول له خد اكوري واهرب بسرعة، لكن كور بيشوفها وبيقول لها انت صياد التنانين مش كده؟ فالبنت بتقول له سلمني البنت والا هموتكم. فبيجي التنين اللي اكل من اكل كور وبياخدهم وبيطير بعيد، وبيسيب يوليشيا اللي البنت الغريبه بتضربها. فبتسالها لما قالت له يسلم الطفله كانت تقصد البنت البشريه ولا التنين الصغير؟ فالبنت بتقول لها لو عرفت مش هتستفيدي حاجه غير انك تموتي، وبتطعنها بالحديد اللي بيخرج من ايديها وبتروح عشان تخلص عليها لما لقيتها تعبانه، لكن يوليشيا كانت بتخدعها، واول لما بتقرب منها بترمي عليها حجر سحري لكن البنت بتفجره فبيقع عليها جزء كبير من صخور الجبل، لكن بتخرج من تحتها بسهوله وكمان بتخرج من دماغها قرون، ووقتها بس يوليشيا بتعرف انها شيطانه عدوه للبشر، لكنها كانت مستغربه
مستغربه ليه ظهرت لوحدها في عز النهار وازاي تظهر قدام بشريه لان ده ممنوع عندهم. لكن الشيطانه بتقول لها ما كنتش اتوقع ان معاكي حجر بالقوه دي، خلى السحر اللي خفيت حقيقتي بيه اختفى، مش غريب انكم قتلتوا ملك الشياطين. فيوليشيا بتعرف ان الشيطانه تعرف عنهم كل حاجه وكانت مراقباهم من قبل المعركه مع الوحوش، وبتخاف انها تكون عايزه تاخد كور نفسه مش الطفله، فبيرجع كور لوحده مع التنين. لكن الدخله الدراميه بتاعته بتبوظ لما بيقع من على التنين وبيكون محرض الخنازير انها تهاجم عشان تكون تمويه ليهم وهم بيهربوا، وبيقول لها ان ما عندوش اي مانع يتصرف تصور متهور عشان ينقذ واحده غاليه عليه. فيوليشيا بتتضايق وبتفرح في نفس الوقت لانها عارفه انه بيعاملها كانها صديقه ليه مش اكتر، مع ان عندها مشاعر من ناحيته، وبتغير من ليز لما بتقرب منه وبتفكر انها تعترف له بحبها. لكن بتصحى من احلامها على النار اللي بتهاجم بيها الشيطانه، فبتاخد الخنجر بتاع كور وبتقول ما تتحركش من هنا مهما حصل، وبتطمنه انها مش هتموت. وهي بتتمشى ناحيتها بتقول لنفسها عمري ما هنسى جميل كور ابدا، بعد ما استسلمت للموت هو ما استسلمش ودافع عن حياتي بدالي. ولما الشيطانه بترمي عليها النار كانت عايزه تصدها بالخنجر لكنها بتفشل، فبتيجي اكوري وبترمي تعويذه النار بعيد وبتنقذها. فيوليشيا فهمت ان اكوري عندها قوه خارقه عشان كده الشيطانه عايزه تاخدها، لكنها بتهرب من قدامهم ويوليشيا بتتعب وبتفقد الوعي. فبسرعه كور بيديها علاج صنعه بنفسه، فبتقوم بعدها بسرعه وبتقول لاكوري انت ظهرت ازاي فجاه. لكن حتى البنت ما كانتش فاهمه، هي حست ان والدتها يوليشيا في خطر فنطت في الهواء وظهرت فوق دماغها. فكور بياخد الخنازير وبيرجعهم بسرعه عشان البنت اللي هترجع ما تشوفش اللي حصل لهم، وكل حاجه بتمشي تمام. ويوليشيا بتاخد اكوري عشان يرجعوا وبتسالها هي ازاي رمت كره النار في الهواء، فاكوري بتقول لها انها ما عملتش كده. فيوليشيا بتستغرب، يبقى كده معناه ان الشيطانه هي اللي لغت التعويذه بنفسها، لكن ليه عملت كده؟ وده اكيد وراه سر مرتبط باكوري. فكور بعدها بيلاقي الشيطانه واقعه على الارض مصابه، فمن طيبه قلبه بيعمل لها علاج، لكنها بتقول له انت غبي، بتظهر الرحمه لاعدائك اللي مصيرهم يموتوك. فكور بيقول لها انت لغيت التعويذه اللي كانت ممكن تموتنا، وده سبب كافي انه ينقذها عشانه، وبيديها العلاج وبيلاقيها نامت، فبيعتذر منها انه خلط مخدر مع الدواء عشان خاف منها وهتنام 3 ايام على الاقل. وبيروح يحكي كل حاجه ليوليشيا بعد ما جاب الشيطانه معاه. وبعد ما بيرجعوا الورشه بيلاقوا ليز جابت واحد بديل لكور وقدمته ليهم على انه مدرب الحرفيين للورشه. فيوليشيا بتتصدم وكور بيفرح، فالشاب بيقدم نفسه ليهم وبيقول لهم ان اسمه ريكوتو، وبيبان عليهم مفهمينه كل حاجه، وبيقول لكور شكرا انك بنيت ورشه جميله ليا، وبيطلب منه انه يساعده اكتر في المستقبل. فيوليشيا بعدها بتكون عايزه تفهم ايه اللي بيحصل، فبتكون ليز صنعت وهم جديد بالسيف السحري لشخص مش موجود من الاساس، لكنها تخيلت ان ده هيكون شكل كور لما يدخل في العشرينات. وبتوصل لهم رساله من ميميكو انها هتجيلهم بعد 3 ايام عشان تعرف ايه نوع اكوري. وبعد ال3 ايام بتوصل ميميكو وبتقول لهم انها بعد فحوصات كتير ما قدروش يعرفوا ايه نوع اكوري، لان العينه اللي اخدوها كانت بتدل على انها بشريه، لكنهم لقوا ان في ماده غريبه في ضوافرها شبه البلورات السحريه المسؤوله عن سحر النقل، ودي حاجه مستحيل تكون في البشر. يعني البنت شبه البشر في كل حاجه لكنها مش بشريه، وبتقترح عليهم ترمي تعويذه ختم عليها تحسبا لاي حاجه ممكن تعملها ويحتفظوا بيها في مختبر الابحاث. لكن كور بيرفض وبيقول لهم انه حاسس بالامان من ناحيتها وكمان واثق فيها، وما كانش همه اذا كانت بشريه ولا لا، وان اكوري قلبها طيب جدا لدرجه انها راحت تطمن على الشيطانه اللي كانت عايزه تاذيهم. ولما بتكون معاه مش بيحس بخوف ولا قلق، ولما بتلاقيهم كلهم مصممين انها تفضل معاهم بتوافق، وبتنزل للشيطانه تفوقها، لكنها في ثانيه بتستخدم تعويذه النار عليهم. لكن ميميكو حطت حمايه على المكان كله، يعني مهما عملت مش هيتاذوا. فالشيطانه بتطلب انها تتكلم مع كور، فبيجيبوه ليها وبتساله اذا كان يعرف واحده اسمها هيلد. فكور بيقول لها انه يعرفها ونفسه يطمن عليها، فبتقول له انها جت عشان تنقذها لان الامير تايكون حابسها تحت القلعه بتاعته وبيستغل قوتها، وانها كانت عايزه البنت الصغيره لان بقوه النقل بتاعتها هتقدر تدخل تحت القلعه من غير دوشه، وانها هربت لما شافت الختم على الخنجر بتاعه. فكور بيتاكد ان كلامها صح لان الختم اللي معاها نفس السلسله اللي كانت لابساها هيلد. فميميكو بتوافق تساعدها لكن بشرط انها تفضل مكانها، ولو هربت هتموتها. وكور بيوعدها انه هينقذ هيلد بدلها، وبيطلب من ميميكو انها تحط خطه لانه مش هيقدر يتصرف لوحده. فميميكو بتجيب خريطه لقصر تايكون وبتجيب كل المعلومات عن مراته وبتجيب كل المعلومات عنه، وبنعرف ان مراته وبنته ماتوا بسبب المرض، وده خلى قلبه يبقى قاسي على شعبه. وفي اوضه سريه في القصر مش مسموح باي حد انه يدخلها غيره، ودي اكيد مخبي فيها هيلد لان محدش يعرف يفتحها غيره. فليز بتقول لهم انها هتصنع وهم الحرامي وهتدخله الاوضه عشان يخلوا تايكون يفتح له بنفسه، وهيستغلوا الاحتفالات اللي عاملها في المدينه عشان يقدروا يدخلوا من غير ما حد يشك فيهم. وبيروحوا لهناك ومعاهم
ميكوتو عشان هو اللي هينفذ الخطة، وبيوزعوا المهمات على بعض عشان كل واحد يجمع معلومات مختلفة. وبيروح كور مع ليز واكوري يستمتعوا بالمهرجان. فليز بتسأله ايه انواع المهرجانات اللي كان بيحضرها في كل بلد بما انه كان مغامر وبيتنقل لبلاد مختلفة. فكور بيرد عليها وبيكون حزين لانه كان بيروح مع المغامرين يحرس الاسلحة بتاعتهم وقت ما كانوا بيتفسحوا وبيستمتعوا، وكان بيراقب من بعيد وبيتمنى انه يتبسط زيهم، عشان كده بيحاول يخلي اكوري تتبسط على قد ما تقدر في فترة الطفولة بتاعتها وما تحسش باللي هو حس بيه. فليز بتاخده عشان تعوضه عن كل مرة ما استمتعش فيها، وبيجربوا كل الالعاب وبياكلوا اكل كتير وبيشتروا هدايا. فليز بتحاول تستغل انبساطه وتعترف له بحبها، لكن كور بيقف قدام قصر الامير تايكون وبيكون قلقان جدا على هيلد، ويا ترى ايه اللي بيحصل فيها دلوقتي. فليز بتقول له ما تقلقش، ميميكو ويوليشيا وعدوا انهم هينقذوها، يعني لازم يثق فيهم بدل ما يقلق. لكن كل اللي كان مضايقه انه مش قادر يساعدها باي حاجه. فليز بتقول له انت بتساعدنا كلنا، خلصتني من تعويذه كانت هتموتني، وكمان بنيت ورشه كبيره جدا جمعتنا، وبتعمل اكل الكل بيحبه، لكنه كان شايف ان دي حاجات عاديه اي حد يقدر يعملها. فبتقول له انها بتحبه، وكمان يوليشيا وسينا وكانسو ودانزو واكوري كلهم بيحبوه من قلبهم، وعشان بيحبوها هيعملوا اي حاجه تفرحه وهيفضلوا جنبه دايما. فكور بيتاثر جدا بكلامها لان دي اول مره يكتشف محبتهم ليه، فبيبكي وبيقول لها انه كمان بيحبهم جدا، عشان كده بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يفرحهم. وبعد كده يوليشيا بتطلب من كور انه يصنع لها سيف جديد بدل اللي اتكسر بسبب حربها مع ملك الشياطين. فكور بيدخل الكهف وبيجيب احجار كريمه بيسيحها وبيصنع لها اجمل سيف ممكن تشوفه في حياتها، لدرجه انه كان بيشبه التلج. وفي اليوم التاني من المهرجان بيروحوا مع بعض، ويوليشيا كانت فرحانه اخيرا انهم هيكونوا لوحدهم، لكن ده في احلامها لان في طريقهم كان في 2 من المجرمين بيبلطجوا على راجل غلبان فاتح كشك، ويوليشيا ما كانتش حابه تتدخل عشان تكمل يومها على خير. لكن كور ما يقدرش يشوف كده ويسكت، فبيروح لهم وبيعرف منهم انهم اتضايقوا من طعم الاكل اللي بيتباع. لكن كور لما بياخد من الاكل بيعجبه، لكن تصرفه ما بيعجبش البلطجي وبيزقه بعيد. فيوليشيا بتعرفه انه ضرب موظف حرفي فنان في ورشه مشهوره تبع العيله الملكيه، واول لما البلطجيه بيسمعوا كده بيجروا من الخوف. فكور بياخد صاحب الكشك للمستشفى، ويوليشيا بتشوف واحده من جماعه ميميكو بتقابلها وبتعرف منها ان البلطجيه دول هدوا الكشك عشان شاركوا في المسابقه قصاد ناس تقيله في السوق ما كانوش عايزين حد يتنافس معاهم، فبهدلوا البضاعه بتاعتهم. وبيرجع كور وبيطلب من يوليشيا انها تسمح له يساعد البنت الصغيره في الكشك لغايه لما ابوها يخف، واول ميعاد ليهم مع بعض بيبوظ، وده كان مزعلها جدا، لكن ما كانش قدامها غير انها توافق وتساعده عشان يدخلوا المسابقه ويفوزوا على اللي عملوا فيهم كده. لكن البنت بتقول لهم ان المجرمين بهدلوا الاكل كله، يعني ما عندهمش اي حاجه مجهزينها للمسابقه. فيوليشيا بتطمنها بان كور هيساعدها وهيعلمها تعمل الاكل بنفسها عشان الانجاز يرجع لها تاني. وبتروح يوليشيا تشتري الطلبات وكور بيجهز الباقي. ولما بتبدا المسابقه بيلف الوزير المسؤول عن المهرجان وبيدوق من الاكل اللي عمله اشهر مطعم في السوق، وكالعاده الاكل بتاعه كان طعمه حلو جدا، وكان الطباخ مطمن انه هدم كل كشك دخل معاه في المسابقه، يعني هو بس اللي هيفوز، لكنه ما يعرفش ان ملك المجال دخل الساحه، والناس كلها في السوق ما بتتكلمش غير على دوائر الرز بالفاصوليا اللي عملها كور. وبيروح يتاكد بنفسه، بيلاقي زحمه قدام الكشك في حين ان الكشك بتاعه كان فاضي، وبيكون كور عمل مكان يستقبل فيه الناس زي ساونا على الضيق كده. وبعد ما كان الناس ملهاش سيره غير دوائر الرز بتاعت كور، بيجي الوزير عشان يجربها، والطباخ حاول يشوه سمعه المكان، لكن بتطلع البنت الصغيره معاها دواير كتير وبتقدم لهم منها وبتشرح لهم الوصفه بالتفصيل. ولما بياكلوا بيحسوا ان دي اجمل اكله اكلوها في السوق من سنين، بالرغم ان الحشو كان لونه اسود وكان قلقهم، لكن الطعم خلاهم غيروا فكرتهم نهائي. واللي عجبهم اكتر انها اكله رخيصه ومغذيه كمان في نفس الوقت، وفيها فاصوليا حمراء ونادره جدا، وكمان طعمها حلو، وحتى الطباخ المنافس لما بياكل منها بتعجبه جدا. وبتخرج يوليشيا ترحب بيهم وبتقول لهم ان عجينه الرز اتطبخت على الينابيع الساخنه واللي بيكون بناها كور، وبرغم انهم ما كانوش مصدقين ينابيع ساخنه ايه اللي تتبني في يوم، فالطباخ بيستغل كده وبيقول لهم انه هيبلغ عنهم عشان حفروا من غير اذن الامير تايكون. لكن يوليشيا بتقول لهم انهم اخذوا الاذن لانها بعتت ليز وختمت ورقه تديهم الحق يعملوا اللي هم عاوزينه. وليز بتعمل خدعه صغيره عشان تقبض على الطباخ، وبتعمل وهم للمجرمين وبتخلي الطباخ يروح يزعق فيهم وبيعترف بكل حاجه بنفسه. فبعدها الوهم بيختفي وبيكون معاها رجاله ميميكو عشان يسمعوا الاعتراف بنفسهم ويعتقلوه، لكن الغبي ما كانش يعرف ان دي الاميره، فبيرفع عليها سكينه، وبدل ما كان هيتحبس كام سنه لا ده هياخد مؤبد بسبب عملته. وبيوصل الخبر للامير تايكون واللي كان بيحب طباخ القصر بتاعه، لكنه مش هيقدر ينقذه من ايدين العيله المالكه لانه رفع سكينه على اميرتهم، وكمان عرفوا عنه حاجات كتير عملها غلط، يعني مش هيطلع من السجن تاني. وتايكون كان خايف جدا يتهموه انه كان عارف وساكت، وما كانش عارف هيعمل ايه في الوليمه اللي المفروض تتعمل، وهيجيب
يجيب منين طباخ غيره. فالمساعد بتاعه بيقول له على الشخص اللي فاز في مسابقه المهرجان وان الناس حبت الاكل بتاعه جدا. فالامير بيقول له يجيبه بسرعه القصر يطبخ لهم بدل ما يتكسف في الحفله قدام الاميره. وبعدها كور بيدي تقرير لريكوتو بكل الاكلات المختلفه اللي لقاها في السوق، وبيلاقيهم متجمعين حوالين خريطه قصر تايكون. فيوليشيا بتشرح له الاوضه المخفيه في المطبخ واللي محدش بيقدر يدخلها غير الامير، وتقريبا دي اللي حابس فيها هيلد، والخطه انهم يحاولوا يدخلوا ويتاكدوا بنفسهم. وبعد ما كور بيمشي عشان يكمل في مساعده الكشك، يوليشيا بتبدا الخطه وبتفهم ليز انها تصنع وهم ليهم هما الاثنين عشان يلهوا الامير بعيد عنهم. وهما في العربيه اللي هتاخدهم للقصر بينفذوا بدايه الخطه، لكن بتجيلهم رساله من رجاله ميميكو بيعرفوا منها ان كور اتاخد لقصر الامير وتعين طباخ هناك هو واكوري، يعني هيدخلوا مطبخ القصر وهيكونوا قريبين من اوضه هيلد، يعني الخطه كلها باظت. وكور لما كان في الكشك بيجهز الاكل لاخر يوم في المهرجان بيجيله رجاله الامير وبيعرفوه ان الامير محتاج منهم 100 قطعه بسرعه ولازم يروح يقدمهم بنفسه. وبياخدوا كور معاهم بعد ما خلص تجهيز العدد المطلوب. فالمساعد بيقول لهم خليك في المطبخ لغايه لما الامير يطلبك. وكور بيقف في المطبخ باصص للباب اللي شاكين ان هيلد محبوسه وراه. وبتكون ليز وريكوتو مدرب حرفيين الورشه المزيف مع الامير اللي بيعتذر لها عن اللي حصل في السوق من طباخ القصر. ويوليشيا كانت واقفه بره سامعه كل حاجه وبتكون خايفه الخطه تتكشف، وخايفه اكتر من كور اللي ممكن يتصرف بتهور لوحده في المطبخ ويبوظ كل اللي بيعملوه. وكور كان في المطبخ مش قادر يشيل عينه من على الباب وبيحتار يفتحه ولا يستنى يوليشيا. فاكوري بتلاقي كور قلقان فبتساله في ايه، فكور بيقول لها ان ورا الباب ده ممكن يكون صديقه موجود هناك وهو مش حابب وجوده في المكان ده والباب مقفول مش مسموح له يدخل. فاكوري بتبتسم وبتقول له كل اللي زعلك انا هاخدك لهناك، وبتحضنه وبيختفوا هما الاثنين وبيظهروا في ممر كله ضلمه. وهو بيتكلم مع اكوري بيسمع صوت بنت ورا الباب بتقول له انت مين وبتعمل ايه عندك. فكور بيشك ان دي هي هيلد فبيمسك حديده وبيتنيها على شكل القفل وبيحاول يفتح الباب، وفي ثواني الباب بيتفتح. فكور بيلاقي قدامه ست عجوز، وللاسف دي كانت الاميره بنت تايكون واللي قال انها ماتت من سنين. والناحيه الثانيه ريكوتو بيقول للامير انه عايز يتكلم معاه على انفراد. فبعدها وهم ليز بيخرج من الاوضه وبتفضل ليز مختفيه وراهم. وريكوتو بيقول له انت عايز مني ايه بالظبط. فالامير بيصدمه بجمله مليانه معاني غريبه، بيقول له لو انت مهتم بالشباب الابدي هنعمل احلى شغل مع بعض. وفي الوقت ده الاميره بترحب بكور واكوري لانها من سنين ما شافتش حد غير عدد معين مسموح لهم يدخلوا الاوضه، وكانت مستغربه ازاي قدر يفتح قفله صنع بطريقه خاصه عشان ما حدش يقدر يشوفها. وبتعرفهم ان الاكل اللي بيدخل لها طعمه وحش جدا وتعبت جدا بسببه. فاكوري بتديها من الاكل اللي كور بيعمله، بتاكلها وبتحس انها بقت تمام، وبتقول لهم ان في شيطانه محبوسه تحت اوضتها وبدل ما يضطر يحفر عشان ينقذوها كان عندها ممر سري تقدر تنزل بيه للدور اللي تحتها. والناحيه الثانيه ريكوتو بيقول للامير مش معنى انه فنان حرفي هيقدر يعمل حاجه مقاومه للطبيعه ويخلي نفسه شاب للابد. فالامير بيقول له ان في انواع كتير بتعيش اكتر من البشر زي الالف والشياطين، وهو يعرف تجارب كتير كانت بتتعمل على البشر عشان عمرهم يطول. فريكوتو بيقول له ان كل التجارب دي فشلت والاعراض الجانبيه كانت خطيره جدا على البشر واتمنعت من زمان. لكن الامير بيكشف نيته من ناحيتهم وكان عشمان انه زي ما بيعمل دواء يشفي بيه اي جروح يعمل كمان علاج يخليه يرجع شباب ويعيش مده اطول. فليز بتفهم من كده انه عايز ياخد خلايا هيلد الشيطانيه عشان يعمل منها الدواء. فبتتكلم على لسان ريكوتو وبتقول له انت مستعجل ليه وكنت طالب تقابلني باسرع فرصه، وبتخليه يساله هو عايز يستخدم العلاج على مين بالظبط. وبما انه مش راضي يعترف بيبدا الجزء الثاني من الخطه. يوليشيا بره بتصرخ وبتقول حرامي، وبتدخل وهم ليز وبتقول للامير ان في حراميه دخلوا المطبخ، والامير طبعا بيخاف فبسرعه بيجري يدخل الممر وكانت ليز مختفيه وراه. ولما بيوصل تايكون بيلاقي الباب مفتوح فبينده على بنته وبنعرف ان اسمها فامل لكنه مش بيلاقيها. وبتقف ليز مصدومه ازاي بينده على بنته الميته وما بترضاش تروح ورا الامير اللي دخل الممر السري. وفي الوقت ده فامل بتاخد كل باب الاوضه وبتدخله هناك، وبتكون هيلد متسلسله بقيود حديد وحواليها دوائر سحريه مختومه فيها، لكن فامل بتحررها من السلاسل. وكانت هيلد مش مصدقه انها قابلت كور بعد 10 سنين بالطريقه دي. فكور بيستغرب ان شكلها وجسمها وطولها زي ما هو ما اتغيرش من اخر مره شافها، ولما بيسالها ازاي ما اتغيرتش او ما كبرتش بتضربه وبتقول له انت السبب يا غبي بسبب العلاج اللي انت اديتهولي. فكور بيعتذر منها لانه اكتشف متاخر ان ورد قوس قزح بيمنع النمو، وغضبها بيزيد جدا لما بتسمع اكوري بتنادي عليه وبتقول له يا بابا، يعني مش بس عمل فيها كده لا ده سابها وراح اتجوز وخلف كمان. وفي الوقت ده فامل بتسمع الحوار وبتقول له كور اذا كان يقدر يعمل علاج تاني عشان ترجع لطبيعتها، لكن كور بيقول لها انه ما شافش الورد ده تاني من وقتها، لكنه بيسالها هي ازاي عايشه وابوها قال انها ميته. وقتها الاحداث بتترتب في دماغه ان الامير كان متضايق ان بنته بتكبر بسرعه قدام عينيه، ما كانش عارف يعمل ايه غير انه يحبس هيلد عشان يلاقي طريقه ينقذ بيها حياه بنته واللي قربت تخلص بسبب سنها اللي بيكبر بسرعه عكس باقي البشر. فبيدخل الامير بيطمن على بنته بعد ما فكر ان كور هو الحرامي، لكن كور اول لما بيشوفه بيدخل فيه شمال وبيقول له كل اللي فهمه من اللي حصل، ويا ريت كان كلامه صح. فهيلد بتكهربه عشان يسكت لانه هيعك الدنيا اكتر. وبعد كده بتحصل حاجه غريبه
غريبة جدا. هيلد بتقول لفاميل انت متأكدة من قرارك؟ ففاميل بتقول لها متأكدة، يلا اقتلي والدي. ومحدش كان مصدق اللي بيسمعه، ولا حتى كور كان مصدق، واللي تخيل انها كرهت ابوها للدرجة دي. فبيهرب تايكون منهم خايف انه يموت فعلا، لكنه بيلاقي ليز في وشه بتقول له انها فهمت ان فاميل متصابة بمرض الشيخوخة المبكر، يعني مهما حاول يعمل تجارب عليها جسمها العجوز مستحيل يرجع لطبيعته. وحاول يمنعها طول السنين دي انها تكبر، وكان عايز ياخد خلايا هيلد عشان يعالجها، لكن حتى ده منفعش. والامير بيحس ان خلاص كل حاجه اتكشفت، فبيعترف انه عمل كده فعلا عشان ينقذ بنته، وما عندوش طريقه تانية غير انه يوافق يبيع روحه لشيطان. فبيكسر الخاتم بتاعه اللي كان عليه تعويذه، وبتترسم تحتهم دايره سحريه، لكن الشيطان ما بيخرجش لان كور كان في المكان وطاقته الروحيه بتبعد اي تعاويذ من النوع ده. فبتخرج هيلد وبتقف هي وليز قصاد بعض بيتنافسوا من اولها مين يهتم بكور اكتر، فبتعرفهم انها نيمته عشان ما يشوفش اللي هيحصل، وبترفع سيفها على الامير لانهم خايفين يستدعي شيطان مستحيل يقدروا يهزموه. وقبل ما تموته بتظهر فاميل في جسمها الطبيعي، وبتكون بنت صغيره جميله جدا، محدش كان قادر يصدق ده حصل ازاي. فالبنت بتعرفهم ان كور عالجها بالاكل اللي اداهولها، وكور وقتها بيكون عاوز يتحرر من التعويذه اللي رميتها عليه هيلد، فبتساعده اكوري انه ياخد من العلاج بتاعه، وبيقدر فعلا بعدها يتحرك. وفي الوقت ده كان الامير حاسس بذنب على كل غلطه عملها وبيعتذر لليز. فليز بتقول له انت حاولت تستدعي شيطان ممكن يأذي ناس كتير ابرياء، وكمان سجنت شيطانه، ودول يعتبروا جريمتين، وبتفهمه انها مجبره تعاقبه عليهم بما انها اميره مسؤوله في العيله الملكيه. ففاميل بتقول لها كل اللي عمله والدي كان بسببي، وبتطلب منها تعاقبها هي بداله، لكن ليز بتقول لهم قرار اعتقاله كان بصفه الاميره، لكن قرار ليز اللي واقفه قدامكم دلوقتي ان اعفي عنه واخليه يشتغل لصالحنا في الورشه. فبيظهر شيطان اسمه المخطط، وده اللي جاب هيلد للامير واللي علمه ازاي يستدعي شيطان قوي. فالمخطط بيقول لهيلد كل الشياطين اللي بعتهم لك عشان يحرروكي منعتيهم انهم يدخلوا في معركه مع البشر، في حين ان هم اللي حابسينك اصلا. عشان كده علم تايكون ازاي يستدعي شيطان قوي، كان غرضه انه يهد القصر باللي فيه عشانها، وكمان هو اللي حرض الاسقف تريستان عشان يقتل الاميره الثالثه، وكمان هو اللي رمى لعنه الشيخوخه المبكره على فاميل. وبعد الاعترافات دي كلها بيكمل الدايره الناقصه، وبيكب ماده سحريه على الارض بتخلي ملك الشياطين اللي موتوه قبل كده يرجع عشان ينتقم، والمره دي قوته كانت اكبر بكتير من انهم يهزموه. وبيسيب يوليشيا وليز عشان ما يقدروش يستخدموا سيوفهم السحريه، فبيخرج كور يتكلم مع الشيطان ومش بيديه اي اهتمام. فالشيطان بيرمي عليه كوره كبيره من اللهب، لكن اكوري بتعكس التعويذه عليه وبتصيبه، لكن الشيطان مش بيستسلم وبيرمي نار تاني. فيوليشيا بتمسك السيف اللي صنعه كور وبتقطع النار لغايه لما بتحولها للهب ازرق على شكل صقر عشان يشتت الشيطان، واللي كان خايف يتهزم تاني لكنه ما حبش يموت لوحده، فبيمد ايديه زي السهم عشان يموت هيلد معاه، لكن ايده بتتكسر لانها ما صابتش جسمها، دي اتعرضت للسحر بتاع كور. والشيطان بيركز مع كور وبيقول له انا شامم فيك ريحه قريه هست، ومن الخوف بيختفي بسرعه من قدامهم. وكلهم كانوا عايزين تفسير من كور، فبيشرح لهم ان في قريتهم كانوا بيتعرضوا لهجوم دايم من ملوك الشياطين، فكانوا بيموتوهم واحد ورا التاني. والظاهر ان الشيطان ده كان عارف كل اللي بيحصل هناك، لكن بعد ما الشيطان بيمشي الماده السحريه اللي رماها الشيطان دورها ما اختفاش لسه، وبتفتح في الارض زي ثقب اسود بيخرج منه ايدين سحريه عايزه تبلع اي قوه سحريه حواليها. والهجوم كان صعب عليهم، ما كانوش عارفين هيخلصوا من حاجه زي دي ازاي. فبيدخل مساعد تايكون ومع الاكل بتاع كور، ولان في طاقه روحيه عاليه الماده بتسحبها وبتختفي في نفس الثانيه. والمساعد ما بيفهمش ايه اللي حصل، فبيكلم بندانا وبيعرف منها ان اكل كور مليان بالطاقه الروحيه والمانا. وبعد كام يوم تايكون بيعلن لكل المدينه ان بنته عايشه، والكل كان فرحان بوجودها، وهيلد والشيطان رجعوا وطنهم، واكل كور بقى الاكل الرسمي في العاصمه. وكور اتكرم في حفله عملتها العيله الملكيه وبقى فارس رسمي. ودي كانت حكايه الشاب اللي مفكر نفسه عاجز مالوش غير في نظافه البيت وكمان الطبخ، لكن بالنسبه للي حواليه كان هو اقوى شخص على وجه الارض. وهنا بتنتهي حكايه البطل كور. لو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه عشان ده بيشجعنا استمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده، والسلام.